اليوم غندوي على واحد الموضوع مهم جدا اللي هو شنو نجيب معايا لروسيا ملي نكون جاي. بزاف د الناس هنايا تيقولوا لي شنو نجيب معايا، واش مسموح نجيب هذه واش ما مسموحش نجيب هذه. اول حاجه غندوي عليها هو الطقس هنايا. بزاف الناس تيكون عندهم داك الخوف من ان البرد كيكون العام كامل. روسيا ما فيهاش الصيف، روسيا فيها غير الثلج، غادي تموت بالبرد. اول حاجه هو ان روسيا بصح فيها البرد، هذه لا خلاف فيها كما كنشوفوا في الافلام. الثلج على حسب المدينه اللي مشيتي ليها. مثلا حنا ندوي لكم على المدينه اللي فيها حنايا، النيت اللي كنجيبوا لها الطلبه يقراو سنه تحضيريه. فهاد المدينه كيبدا فيها الثلج في الاخر ديال شهر 12 ياك. نورمالمون كان كيبدا شحال هادي، ولكن عارفين الاحتباس الحراري وداكشي فكيبقى يتعطل. نورمالمون كيبدا في الاخر ديال شهر 11 شهر 12 كيبدا الثلج، ولكن البرد كيبدا قبل منه شويه. الثلج كيبقى من شهر 12 حتى الاخر ديال شهر 3، يعني ماشي 6 شهور كما كتشوفوا نتوما كتخيلوا، لا، غير هي اقصى فتره كدوز هي الاخر ديال شهر واحد. الاخر ديال شهر واحد تيكون بارد ديما بزاف. شي مرات العام الاول اللي جيت فيه انا كانت هبطت لنا ناقص 33، يعني كتكون صعيبه انك تخرج، ولكن عادي نورمال. اي بلاصه الزنقه اللي كتكون بارده فيما كتدخل شي بلاصه كت... كتلقى السخونيه. هنا فين غندويو على العامل الثاني. بزاف ديال الناس مساكن شنو كيديروا؟ كيقول بعد البرد غنجيب معايا تريكوات كم بزاف وكذا، وهنا كيتقولبوا مساكن. علاش؟ لان هنا في روسيا ملي كتدخل لشي بلاصه كيخصك تحيد جاكيطه لان غادي تعرق. كتكون الصهد بزاف، سواء الطوبيس سواء المحلات سواء لي ريستورون. فيما دخلتي سواء المدرسه ديالك غتدخل خصك تحيد جاكيطه لان غادي تعرق. فكتكون لابس ديما التيشيرت. كنصح ان الشباب يجيبوا معاهم تريكوات تكون عادي، لان البرد ما كيجيش نيشان كتوصل ناقص 10 ناقص 15 ولا شي حاجه، لا كيبقى غادي شويه بشويه. فغتحتاج تريكوات تكون وكذا. الحاجه الثانيه هي واش نجيب معايا حوايج من المغرب، واش نشري جاكيطاج من المغرب. هاد القضيه غادي تطيح في واحد الغلط اللي هو كبير. علاش؟ لان في روسيا عندهم حوايج مختصين للبرد، فملي كتجي لهنا كتشريهم من هنا احسن ليك. علاش؟ لان كيتقاموا عليك رخص والكاليتي احسن ومصايبين لهاد البرد. يعني كنقول لكم كتلبس جاكيطه وحده تحت منها تيشيرت وصافي كتكون بخير. الصباط حتى هوايا بزاف الناس عاوتاني تيقول لك واش نجيب معايا صباط من المغرب. شوف انت اللي بغيتي في المغرب غيتقام عليك غالي، في حين هنا كاينين صباط رخاص. يعني الثمن ديال الجاكيطه زوينه اللي غادي تدوز لك عامين ولا 3 سنين غتقدر تشريها بواحد 700 درهم وغتكون زوينه بزاف وغتكالي عليك البرد وصافي. صباط حتى هو غيكون في دوك الجوايه ديال 300 درهم 400 درهم. يعني كندوي لك الا كنتي باغي تشري شي حاجه اللي غادي تطول لك، فهمتي؟ غتشريها ب 400 درهم 500 درهم غادي تطول لك، يعني ماشي غادي تلبسها هذا العام ولا هاد الشهرين وغادي ترميها. كتبقى مطوله عليك بزاف لان الطريق ما يمكنش تلبس فيها سبرديله. الا لبستي سبرديله غادي تزلق ولا شي حاجه، فتيكونوا صبابط مختصين للثلج. هذه من اهم الحوايج. فبلا ما تصدع راسك وتجيب معاك بزاف د الحوايج اللي هما د البرد، جيب معاك حوايج الصيف. لان حتى الا سكنتي في سكن جامعي ولا في الدار ما غتلبسش حوايج سخان، لان مستحيل. الدار كتكون سخونه، اي بلاصه مشيتي لها كتكون سخونه. فملي غتبغي تجلس بيجامه فيها شورت وتيشيرت، جبتي شي حاجه سخونه باش تجلس في الدار غادي تقولب وغادي يجيك الصداع وتصدق خاسر فلوس انك تشري حوايج هنايا. ندوزو للموضوع الموالي، هو واش نجيب معايا ماكله من المغرب. شنو الحاجات اللي تقدر تجيب معاك من المغرب اللي خاصك تجيبهم معاك؟ اول حاجه هو انك تجيب معاك بواطات ديال الطون. تقدر تجيكم غريبه شويه، ولكن هنا الطون شويه غالي وما بنينش بحال ديال المغرب. يعني الطون ديال المغرب زوين ورخيص، في حين هنا الطون كاين واحد اللي زوين ولكن غالي كيدير تقريبا بواحد 25 درهم، فهمتوني؟ 25 درهم حتى 30 درهم بحال هكاك هو اللي زوين سميتو فورتونا. اما الاخرين كيكونوا مثلا بواحد 15 درهم بحال هكاك ولكن ما زوينينش بزاف. فمن الاحسن تجيب معاك الطون. كلشي كيجيبو معاه، انا كنجيبو. العطريه جيبها معاك، واخا كاين العطريه هنا ما يجيبها معاك حتى هي. بزاف الناس كيسولوني واش نقدروا نجيبو معنا الزيت بلديه ولا العسل. هذه عاديه، كلشي كيجيب مع الزيت بلديه وعسل. سيرتو الزيت بلديه كلشي كيبغيها فكتجيبها معاك، ولكن كديرها في الشكار اللي كتمشي في الباكاج، يعني ماشي اللي كتطلع معاك للطياره. لان ملي كتركب في الطياره تيكون عندك الحق في جوج ديال الباكاج، واحد كتطلعو معاك وواحد كيمشي مع الباكاج التحتاني. هذيك التحتاني هو اللي كتقدر دير فيه اي حاجه. بحال واحد البنت كانت جابت معاها كوكوط، كانت ثقيله بزاف ديك الباليزه، حيت ملي كيجيو البنات اغلبيه المرات كيحطوا البواليز ديالهم وتتبقى واقفه كتشوفها، فكضطر انك انت تعاونها باش تجرى معاها. فهادو من الحاجات الضروريه خاصك تجيب معاك هنا لروسيا. ومن الحاجات الضروريه اللي خاصك دير قبل ما تجي لروسيا هي انك تخلي وكاله لمالين الدار، وكاله ديال البنكه. كما درت انا ملي مشيت للبنكه ديال السياج. كتمشي للبنكه ديال السياج كيعطيك واحد الورقه كتعمرها لمن بغيتي تعطيها. بحال دابا انا درت وكاله للوالده ديالي كتعمر تما وكتدير المقاطعه كتليغاليزي. هذيك الساعات اي مشكل كيطرا في البنكه كيقدروا والديك يحلوه. كاينه حاجه ثانيه هي انك تقاد وكاله العامه، ما بقاتش العامه ولكن ما عرفتي خلي وكاله على شي حاجه اللي تقدر تحتاجهم. مثلا وكاله ديال مثلا شي حد تلف له الباك ولا شي حاجه يخلي وكاله للوالدين باش انهم يجيبوا ليه. شي واحد غيخصو شهاده حسن السيره والسلوك هنايا يقدر يحتاجها لشي حاجه. سورتو الناس اللي كيجيو لهنايا وكيكونوا كيعرفوا شي واحد انه باغي يتزوج هاد ليكا بزاف، يعني ندويو بلا فلترات كما تنقولوا.
كاينين شي شباب كيجيو لهنا كيكونوا كيعرفوا شي وحدات هنايا وكيكونوا ناويين على الزواج، فحتى هادو كيخصهم يجيبوا معاهم شهاده حسن السيره والسلوك وشهاده عدم الزواج، فهادو يقدروا يقادوها لك والديك وانت في المغرب وانت في روسيا غير بوكاله. الحاجه الثانيه هي انك الا طحتي في شي مشكل وخاصك شي ورقه من المغرب ووالديك ما قدروش يجيبوها لك، فكاين واحد كضرب شويه ديال التماره، شنو هي انك خصك تهبط للقنصليه، والقنصليه كاينه غير في موسكو، فكتمشي تسافر حتى لموسكو باش تقاد وكاله، وعاد باش تشوف ديك الساعه شكون غيهبطها لك للمغرب. فباش كتفادى هادشي كامل كتقاد واحد وكاله لمالين الدار وصافي وكتحيد عليك هادشي كامل. شنو اخر تجيب معاك؟ يعني بزاف الناس عاوتاني كيسولوني واش نجيب معايا وساده ومانطا، انا كنظن بلا ما تجيب هادشي ما عندك لاش تجيبو، حتى كتجي لهنا وكتشريه هنا كلشي تقريبا رخيص، يعني ماشي شي حاجه اللي هي غاليه، غادي تاخذهم عادي. فوطات وداكشي ما كنظنش خاصك تجيبو معاك، ولكن في الاول تجيب معاك شامبوان وباندوش وداكشي، يعني ماشي غير تخرج توصل النهار الاول تمشي تبدا تقدا التخربيق. انا كنت جبت معايا حقيقه، انا كنت جبت معايا شامبوان وباندوش وكلشي، فوطه ديال الدوش وكذا، الحوايج العاديين وصافي، وكانت باخر. يعني في الايامات الاولى ما كيكونش عندك اصلا الوقت فين تخرج تقدا كذا وتجيب هنا وتجيب من هنا، بحال كتكون كتقاد الوراق ديالك. فبالنسبه للناس اللي غادي يقول لي باش نجاوبهم على ديك القضيه ديال واش روسيا فيها غير البرد، ها نتوما كتشوفوا دابا مثلا اليوم هاد السيمانه كامله عندنا 35 درجه كل نهار. انا نحط لكم سكرين دابا باش تشوفوا، راه كما تيقولوا المود ديال الصهد، وسيرتو هنا ما كاينش البحر، فراه كاين الصهد بزاف. غير هو باش زوينه روسيا هي انها كلها خضراء، يعني كتبقى غادي وانت مغطي بالشجر، الشجر كيرطبوا الجو شويه، كتخلي الحياه زوينه. فالصيف هنا في روسيا زوين، يعني راه حنا في سلا دابا عندنا، قلبت قبيلات كانت عندنا 30 درجه، يعني المدينه اللي فيها انا دابا سخن من سلا، راه 35 درجه هنا والمود ديال الصهد، ولكن باخر الحمد لله. فهادو معظم الاسئله اللي كيسولوا الشباب. من الحاجات الغريبه اللي كيجيبوا صحابي، واحد صاحبي كان جاب الكرداس وجاب معاه القديد، عاد كان هبط للمغرب وخلاه ليا طيبته البارح. فهمتوني؟ يعني اي حاجه بغيتي تجيبها معاك جيبها معاك، ما كاينش شي مانع، غير ما تثقلش بزاف وما تجيبش شي حاجات اللي ممكن تشريهم هنايا. فهمتيني؟ يعني مثلا كما شرحت لكم الحوايج صبابط وساده مانطا، هادشي ما عندك لاش تجيبو معاك لان تقدر تشريه هنايا نورمال. وصافي هذا كيكون سالا الفيديو ديالنا. الا كنتي مهتم بالدراسه في روسيا فاحنا كنتكلفوا بك من اتل زد، احسن سيرفيس باحسن ثمن، كنقولوا لك كلشي اللي كاين. يعني الا كانت واحد الحاجه كنقول لك هذه كاينه، ما كايناش راه ما كايناش، وكتقيد معنا وكتجي تشوف السيرفيس ديالنا اللي هو احسن سيرفيس ديال اجونس اللي كتجيب الطلبه انهم يقراو هنا في روسيا. فصيفطوا لنا ميساج في هذه النمره اللي غادي نخلي لكم هنايا. عندكم جوج طرق ديال التقياد، سواء تقيدوا معنا اونلاين يعني ما تحتاجوا تجيو عندنا للبيرو اللي في طنجه، او الا كنتي قريب لطنجه مرحبا بك على الراس والعين.